السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور، بس لا تشتم أرجوك. تفضل يا دكتور. خاف أتكلم والنوب المهاجر يقول علي التنتين أو أكذب أو شيعة أو غير هاي الأمور. لا ما قال في الحلقة السابقة المهاجر يقول علي تنتن. هو قال دكتور؟ نعم دكتور أعد. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أني كنت شيعي أنا وأهلي جميعا في جنوب العراق، ونحن من سادة الياسري، وأصبحنا من أهل السنة جميعا على الإطلاق، وأيضا من أقاربي يعني خوالي أصبحوا سنة وهم من جنوب العراق ومعروفين من سادة الياسري، معروفين في جنوب العراق، ولا أريد أن أذكر المكان، ولكن أقول بكل صراحة عرفنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة هي على قول الله وقول الرسول فقط. يعني لماذا يكذبون فقط كل الشيعة؟ يعني بس كلامهم قال علي، ويعني جعلوا إلها هو علي، يعني يقومون يقولون يا علي، يجلسون يا علي، يمشون يا علي، يتوكلون يا علي. طيب هل يرضى الإمام علي تعملون هكذا؟ والله لو كان الإمام علي في هذا الوقت ويرى هيك يعبدونه لذبحهم بسيفه، ولا يجوز هذا. والحمد لله عرفنا عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح. وأتمنى يعني أسأل كل واحد، يعني كل شيعي الآن يسمعني، هل يوجد مسجد عندنا في العراق؟ لا والله لا يوجد، كل حسينية أهل البيت. طيب والله يقول في القرآن وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب فسروا لي هاي الآية، وين المعممين؟ خلي يحجون. الشيء الآخر اللي أريد أقوله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. سورة الحمد ألا تقرونها؟ إياك نعبد وإياك نستعين. بمن نستعين؟ أليس بالله؟ أليس التوكل على الله؟ تقتلون بنا لكوننا نعبد الله ونحفظ القرآن. يعني أتمنى من كل معمم عرفوا هسه هاي قناة صفا تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى الوحدة الإسلامية. يا معممين تعالوا جلسوا هنا، الكرسي فارغ صار له شهور. ليش الهروب؟ والله شنو نريد ممثل من الأزهر؟ احنا ملايين الناس جاي نشوف هاي القناة صريحة أمام الكل. تعالوا جلسوا على هاي القناة وجلسوا على الكرسي وناقشوا الموضوع. ما يحتاج أي ممثل أو شيء، فقط يجلس معمم وأمام الكل. الملايين راح تشهد والملايين راح تعرف الصح والخطأ. ليش شاردين؟ وين انتم بالسرداب جالسين يا معممين؟ طلعوا من السرداب وقعدوا على الكرسي وناظر الشيخ العرعور. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ثبتنا على التوحيد، اللهم ثبتنا على التوحيد. أخ أنس، أخ أنس يعني نعم. أريد أن أسألك سؤالا. يعني كنت شيعيا كما قلت؟ كنت شيعيا؟ نعم. ما الذي أثر فيك وغيرك؟ اللي أثر بي أنا طبعا الصراحة اهتديت قبل قناة صفا. نعم. يعني قبل سقوط صدام يعني بالعراق، وأثارت دعوة قوية إلى الله سبحانه وتعالى. اللي أثر بي واللي شفته صحيح قال الله قال الرسول. يعني هذا الكلام ليش احنا نقول غلط؟ ليش نقول يعني احنا أما من يا دكتور، أما من موقف محدد تذكره حولك هذا التحول؟ نعم، هنالك مشايخ اثنين جاءوا إلى منطقتنا في جنوب العراق وجلسوا ويتكلمون عن التوحيد، ورأيتهم وجلست معهم وسمعت كلامهم، وخاصة يحكون عن وصف النار. يعني خلونا أول شيء نخاف من نار جهنم لكون أعمالنا قبيحة والعياذ بالله. ثم ثاني يوم ذهبت إلى المسجد وتفاجأت أقسم بالله على كلامي، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل فيها السرطان إذا أكذب. ذهبت إلى المسجد ورأيت أخي أمامي في المسجد، قلت له من أتى بك هنا؟ قال دعاني أحد الأخوة في المدرسة.
والتزمنا، وفعلا عانينا ما عانينا. امامي يعني ضربوني وقالوا انت وهابي تستلم راتب من السعوديه واتهمونا اتهام باطل، والحمد لله نعم يا دكتور. اسمع الشيخ، هل هناك ناس يهتدون ببرامج قناة صفا؟ نعم، لا اسمع يا شيخ. هل هناك أناس يهتدون عندكم في العراق بسبب برامج قناة صفا؟ بالعكس، قناة صفا يسمعونها. يعني أنا جلست كثير مع الشيعة، وبصراحة ما أقول أنا سني لأن أخاف على حياتي بصراحة، وأقول لهم اسمعوا شنو الخطأ في قناة صفا؟ أليس يدعون إلى الوحدة؟ أليس كلامهم صحيح؟ سؤالي يعني يبدو يا نعم. أستاذ أنس، أخ أنس، سؤالي هل هناك هل يستمعون؟ هل لها تأثير عند الناس؟ هل الناس اهتدوا ببرامج قناة صفا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كثير من الاهتدى. يعني حتى أني أصعد في السيارات ونتكلم عن أي موضوع ديني ولا أقول قناة صفا، ولكن عندما يجاوبوني والله قعدت على قناة صفا ورأيت الشيخ العرور هيك، ومع الأسف علماءنا كلهم هاربين ومعممين كلهم دجالين، بس يرضون ياخذون فلوس وخمس وغير الخمس، وكل معمم حاط بيت وسيارة. أريد معمم فقير بالعراق، يلا منين الفلوس جابوها؟ يلا ما تحجون كله. وين الشيعة يا ربي؟ وين المعممين؟ ولكم يا معممين يجلسوا على الكرسي ويا الشيخ عمان عرور. صح ولا والله جزاك الله خير وبارك الله فيك. والله لولا اني اخشى. تفضل. اوجز من باب الوقت، من اجل الوقت. اخيره. المهم خاف قناه اهل البيت او غير قناه شيعيه تقول وتتهمني وهذا متفقين. لا والله لا والله اقسم بالله اني حاولت الكثير في سبيل استحل بقلبي، اطلع بقلبي واتكلم لكم يعني واحكي الصراحه. هي هاي العقيده النظيفه، لا يسبون الصحابه ولا يسبون امنا عائشه، ونحب اهل البيت، وانتم يا شيعه رجعوا على كتبكم، رجعوا. فانها طعن بالاصول التاسعه وغيرها من الكتب. يقولون علي بعوضه بكتبنا الشيعه، ويقولون علي دابة الله في الارض، هاي في كتبنا عندما كنا شيعه، وغيرها من امور، وتحريف القران. طيب أنا عندي أسئلة بس باختصار، لأن ما نريد نعطي وقت أكثر من السؤال الأول. والله يسمعنا ويسمعك. هل طرأ على أذنك من شيوخهم قبل أن تتسنن أو بعد سمعتهم يقولون بتحريف القرآن؟ نعم يقولون بتحريف القرآن. اثنين، أعطيناك الكوثر يقولون هاي خصة. نعم. السؤال الآن نحن نريد أن نسمع الذين تشيعوا في بعض البلدان ليسمعوا من هذا الشاهد. السؤال الثاني، هل هم يلعنون أبا بكر وعمر؟ أنت سمعت هذا كشاهد؟ أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم جاءني شخص قال إذا تريد تتوفق العن ابو بكر وعمر كل يوم والله يوفقك. هيك يقول لي، يعني يشرط علي، يقول لي تريد تتوفق بهذا الخبيث، يقول لي العن ابو بكر وعمر راح الله يوفقك. هذا المعمم يقول لي هيك. والله اقول الحق، وانا حلفت من البدايه. ولكن قلنا اخيرا هنالك منتديات شط العرب الطائفيه التي تسب الصحابه، فاتمنى اغلاق هذا الموقع او احراقه. منتديات شط العرب يسبون الصحابه، صحيح خالين موضوع الى عمر بن الخطاب، ولكن كاذبين. طيب يا اخ انس يسبون الصحابه. يا اخ انس، سؤال: اذا احرقنا هذا الموقع يبدو باقي عندك شيء من اثر التشيع في المعامله. لو احرقنا هذا الموقع هل يمكنهم ان يفتحوا موقعا اخر؟ إذا أحرقتوا هذا الموقع وهاي راح يعرفون بأن أهل سألتك سؤال أجب. لا ما راح يتجاوزون على الصحابة. لا تحد. نعم. نحن نريد يعني باختصار، إذا دمرنا عمارة في أمريكا حيبنوا أحسن منها ومن أموال المسلمين. إذا دمرنا مرقص ثاني يوم حيبنى مرقص أفضل منه مع حرس.
نحن ليس هذا من أسلوبنا ولا من معاملتنا. إنما نحن عندنا سلاح اسمه سلاح اللسان، وهو من أعظم الأسلحة التي وهبها الله عز وجل نعم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا دكتور أنس. يسبون الصحابة فقط. نعم. بارك الله فيك يا دكتور أنس. يسبون الصحابة فقط. الله يجزاك خير دكتور أنس. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وكل إخواننا. بارك الله فيكم. آمين. شيخي، نعود إلى ما